السلام عليكم، ازيكم حبايب عاملين ايه؟ طبعا ميعادنا مع الشتاء، خلاص الشتاء دخل بقى. اكلات الشتويه اللذيذه اللي بنستناها من الموسم للموسم وصل معانا ايه بقى؟ الفول. الفول ده فول بلدي. بصوا، الفول ده بيتعمل بكذا طريقه، يعني فيه له كذا طريقه وكذا اكله. طبعا الاولاد ما بيحبوش الحاجات دي، احنا بنعملها لينا احنا. مهما نعملها الاولاد استحاله ياكلوها ابدا. مش عارفه ليه، مع ان احنا كنا كده زيهم برضو. معايا هنا كيلو من الفول البلدي. الفول نوعين، في فول بلدي وفي فول اللي هو اللي بيقولوا عليه ايه، الرومي. فدوات الفول البلدي. طيب اعرف ازاي الفول البلدي من الفول الرومي؟ الفول البلدي بيبقى صغير كده، حاجة كده بلدية. الفول الرومي بيبقى طويل، والحباية بتاعتها بتاعت الفولية نفسها بتبقى كده عريضة، وبيبقى معظمه فاضي. يعني هي بتبقى طويلة على الفاضي، يعني مثلا بتبقى في قلبها حبتين تلاتة كده بس. انما الفول البلدي بيبقى كده طعم، حتى بيبقى الفول البلدي كده طعمه لذيذ كده ومسكر عن الرومي. تمام. هبتدي كده افصص كده الفول عندي. طبعا الفول لما بيبقى صابح بيبقى احسن. هغسله بقى وهسيبه في المصفى، وهنروح على النار. حطيت بقى الحله بتاعتي وحطيت فيها بصلايه. ممكن البصل بقى تبشريها، ممكن تقطعها مكعبات ناعم زي ما انا مقطعاها كده، براحتك انتي. هحطها كده بس تدبل شويه، وهنزل عليها بفصين من التوم. طبعا انا هنا بشرب فصين من التوم، هنزل كده عليهم كده في البصل. هتشمي بقى التوم مع البصل، بجد هيطلع ريحة جميلة جدا جدا. ديت اسمها ايه؟ اسمها كزبرية. فيبقى هنحط ايه؟ هنحط كزبرة. الكزبرة بتدي لها طعم جميل جدا. طيب ممكن اعملها من غير كزبرة. هتعملها من غير كزبرة بس هتبقى بطريقة تانية، هتبقى بمرتة. إيه عشان تديها طعم، عن ما تبقى كده الكزبرية مع البصل وانت بتقلبيها كده هتطلع طعم جميل جدا، وهتدي طعم وريحة للفول بتاعنا. هنا خلاص بقى الفول انا كنت غسلته وسبته يتصفى، والبصل معايا دبل، والخضره بتاعتي دبلت معايا، وريحتهم طلعت معايا. هنزل عليهم بالفول بتاعي اللي انا مقشراه. طيب لو انا مش عايزه اعمل الطريقه دي وعايزه اعملها بطريقه تانية، في ايدك ان انت تعملها مثلا صياديه، وزي ما قلت لك تعملها مثلا مرتة. هبتدي بقى احط البهارات بتاعتي، واحط الملح بتاعي. احط الملح على حسب ما انا عايزه وحسب التذوق بتاعي. واحط بقى ملح وفلفل وكمون، وشويه من مكعب واللي معايا مكعب المرقة اللي هو الخضار. هتدي تيست جميل. ولو انت عايزه تزودي شطه زودي، وحطي كمان ده كزبريه. يبقى محتاجه ايه؟ كزبره ناشفه. حطي كزبره ناشفه معاها. انا نسيت يعني ما صورتهاش وانا بحطها. شايفين هنا الفول بتاعي بدأ يدبل كده وبدأ يدخل، يعني هو بصي هو بدأ يفشر مني. هتقولي يعني ايه يفشر؟ يعني يفتح. هنزل عليها كده بالمية السخنة بتاعته وهسيبها تغلي مع بعض. مجرد بس ما احس ان الفول بتاعي استوى، عشان بس القشرة بتاعتها بتبقى جامدة شوية، هنزل عليها بالرز المغسول. وزي ما قلت لك دلوقتي ملوش معيار، على حسب اسرتك وعلى حسب مين هياكل ومين مش هياكل. انا زي ما قلت لكل الاولاد عندي مش هياكلوا من دي. الناحيه التانية كنت بعمل حاجه للاولاد. هنا الرز بدأ يتشرب عندي، هوطي عليه النار واسيبه كامل بقى سواه. بعد بقى ما يستوى بقى هقدمه بقى، تقدميه بقى مع مخلل، مع سلطة، مع جرجير. شوفي انت بتحبي تقدميه ايه وقدميه. بس هو بيتاكل كده بس مع شوية مخلل وبجد، او بريتنجان مخلل، وبجد الطعم بتاعه بيبقى رهيب. فيديو النهارده فيديو صغير، اتمنى ان هو يعجبك، وجرب الكزبرية بجد طعمها خطير جدا. نهاية الفيديو اتركك في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم.